السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض هنعمل من القشطة سمنة بلدي. طبعا كل مرة بعملها معاكم بعمل القشطه دي، بطلع منها سمنه بلدي، وبطلع منها الاول زبده، بعد كده اطلع منها السمنه. كنت بعملها معاكم على عين البوتاجاز، بتاخد حوالي بتاع ساعتين، ساعه ونص في الحدود دي، بتاخد وقت يعني. وكنت بعملها الاول برضو معاكم، اكورها كده يعني، اضربها ضربه حلوه كده، اربها جامد، وبعد كده اطلعها كور واعملها برضو على البوتاجاز واطلعها سمنه. المره دي هنعملها بطريقه سهله باذن الله، هنعملها في الميكرويف. حاجة سهلة وبسيطة ان شاء الله، مش تاخد معاكي وقت يعني. ان شاء الله هنعملها بتاع بحوالي كده 10 دقايق، وان شاء الله برضو اول ما اخلصها خالص اقول لكم خدت معايا قد ايه بالظبط. وبرضو ممكن تجرب. انا عملت ده نص كيلو قشطه اهو. دي علبه اهي، دي علبه كان مطرحها جبنه زي ما انتم شايفين، مليتها قشطه، كنت شايلاها في بحطها على التلاجة او في الفريزر. طبعا كنت لسه بحوش فيها اول باول، حطيتها على التلاجة زي ما انتم شايفينها كده. مش محتاجه بقى تكون مفرزه قوي زي ما احنا بنربها من بره يعني، قبل من غير الميكرويف. لا، دي في الميكرويف هندخلها كده عادي من على التلاجة على طول على الميكرويف. ده نص كيلو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، نسمي باسم الله ونصلي على الرسول، ونبدا بقى. طبعا انتوا عارفين المكونات، اللي هو نص كيلو قشطه بس. عايزه تزودي زودي، بس انا قلت ابدا معاكم بنص كيلو. انا قبل كده كنت بعملها بالاتنين كيلو بس، يعني على البوتاجاز، او بعملها يعني قوالب زبده كده، وبعد كده اسيحها. طبعا نسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدا الطريقه. هندخلها معانا الميكروويف اهو زي ما انتم شايفين اهو. دخلتها الميكروويف، فهنخليها الاول 5 دقايق في 5 دقايق. شغل طبعا الميكروويف اهو. انا هخليها 5 دقايق في الاول، مش هخليها 10 دقايق على طول، علشان برضو ما اضمنش هتعمل معايا ايه، هل هي فعلا هتسيح مني او هتفور ولا لا. ماشي، انا بس هشغلها اهو. اول ما تخلص 5 دقايق هنشغلها 5 دقايق تاني. بصوا يا جماعه، زي ما انتم شايفين، انا حبيت اوريكم اهو في الميكرويف جوه وبتلف اهي. انا مش عايزه انور النور، لو نورت النور مش هتبين الطبق من جوه اهو زي ما انتم شايفين. اول ما تخلص بقى خالص يعني 5 دقايق، وهاجي اشغل التانيين هوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، انا فتحت الميكرويف اهو ما شاء الله، فكت اهي. هعمل 5 دقايق تاني. بصوا السمنه فوق الوش ازاي ما شاء الله. شغلت 5 دقايق تاني اهو زي ما انتم شايفين اهي. 5 دقايق اهو يا جماعه، شايفين ما شاء الله اهي. الطبق بيلف اهو. لازم يكون طبق او بوله غويطه شويه، علشان لازم عايزه تبقى حاجه واسعه، زي اكنك بتسيحي سمنه على البوتاجاز، علشان ما تفرش وتدهولك الميكرويف. وزي ما قلت برضو لازم دقيقتين في دقيقتين، او 5 دقايق في 5 دقايق. بعد كده هنشوف مستنيه هتحتاج قد ايه مننا دقايق تاني. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو. بصوا السمنه اهي ما شاء الله. بصوا السمنه، بس طبعا لسه هدخلها تاني. هي كده خدت 10 دقايق، هحطها برضو ايه من دقيقتين في دقيقتين برضو، علشان انا خايفه ايه تفور مني في الميكرويف تدهول الدنيا. بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو. ولا تحطيها بقى على البوتاجاز وتاخد معاكي وقت، لا، طريقه عبقريه جميله جدا اهي، مجربه يعني. بصراحه اختي كانت عاملاها وقالت لي عليها، جيجي حبيبتي ربنا يخليها يا رب. طريقه جميله وسهله، ريحت قلبي، ربنا يريح قلبها يا رب، ويريح قلبكم جميعا. بسم الله ما شاء الله اهي. جيهان حبيبتي هي اللي قالت لي عليها. ربنا يخليكي يا جيجي يا رب. طريقه جميله وعبقريه، ريحتني، هريح برضو الناس كتير ان شاء الله. ربنا يريح قلوبكم يا رب. اهو هدخلها الميكرويف تاني. زي ما انتم شايفين كده، دخلتها دقيقتين اهو ما شاء الله، بتعد اهي. طبعا انا طافيه النور عشان اوريكم بس الميكرويف. ويا ريت كمان يا جماعه وانتوا بتخرجوها من الميكرويف تشوفوها خلصت ولا لا، تمسكوها بفوطه، تمسكوها بجوانتي، اي حاجه، بجوانتي، بفوطه، باي حاجه،
علشان بتبقى سخنه قوي. هتخلص بقى الدقيقتين دول وهعد دقيقتين تاني واوريهم لكم. ما شاء الله يا جماعه، شفتوا السمنه؟ وبصوا بقى المرطه بقت قلبت لذهبي ازاي، شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله اهي. هطلعها برضو واوريها لكم. انا اديت لها 3 دقايق في دقيقتين، هنشوفها لو محتاجه تاني هقول لكم. شايفين بتغلي ازاي؟ هطلعها واوريها لكم اهو يا جماعه. ما شاء الله بصوا ذهبي ازاي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ان شاء الله. اهم حاجه تمسكوها بحاجه. شايفين بتغلي ازاي اهي، لسه بتغلي اهي. ما شايفين الغليه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى قلبت المرطه، قلبت ذهب ازاي. بسم الله ما شاء الله. هديها دقيقتين تاني علشان تبقى المرطه ذهبي قوي. طبعا المرطه دي بقى عايزه تحطيها على مش عندك، عايزه تاكليها براحتك اهي. ما شاء الله زي الفل اهي. بس هديها ايه دقيقتين 3 تاني علشان تبقى ذهبي اكتر اهي زي ما انتوا شايفينها. ما شاء الله بصوا اللون عامل ازاي. هدخلها بقى تاني اهي يا جماعه. شايفينها؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص انا مش هعمل فيها حاجه تاني، هي كده بقت ذهبي اهي. شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ انا حبيت اوريها لكم بس علشان تشوفوا الغليه بتاعتها عامله ازاي. اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما فريتش لان ايه بقيت متحكمه في الدقايق بتاعتها زي ما انتوا شايفين اهي دي بس اللي هي مطرح طبعا السخونيه بتاعت الميكروويف اللي هو حرف الطبق اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. هطلعها واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله اهي. شايفينها يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. بصوا المرطه لونها بقت ذهبي ازاي زي ما قلت لكم اهي. ما شاء الله. طبعا هي كل ما هتقعد المرطه هتغمق اكتر عشان هي على بال ما تبرد. طبعا السخونيه بتاعت السمنه هتبرد، هتحمر السمنه، هتحمر المرطه زي ما انتوا شايفين كده. المرطه اهي. طبعا بقى بعيش بلدي، بعيش مفقع بلدي، عيش شامي اللي موجود عندك. بس طبعا العيش البلدي بيبقى ليه طعم تاني مع المرطه اهو. ايه رايكم بقى؟ حولنا القشطه لسمنه بلدي في الميكروويف اهي. يعني هقول لكم خدت معايا ايه بالظبط بقى. هقول لكم زي ما انتوا شايفين كده اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. ما شاء الله. هقول لكم خدت معايا قد ايه. خدت معايا اهي يعني. بس كل ما هتقعد كل ما هتغمق اكتر اهي. بصوا بقى هي خدت معايا حوالي، هقول لكم خدت اول مره 10 دقايق في 5 دقايق، دقيقتين في 3 يبقى 5 و10 15. واديتها دقيقتين تاني اخر مره اهو، ما اديتهاش ال3 دقايق التانيين. كده 17 دقيقه ما شاء الله، يعني ربع ساعه ودقيقتين. ايه رايكم بقى اهو؟ يا زي ما قلت لكم دقايق، انا قلت لكم هتاخد حوالي 10 دقايق، وهقول لكم برده في الاخر خدت معايا قد ايه. وفي الاخر فعلا خدت اهي 17 دقيقه ما شاء الله. طبعا ربع ساعه ودقيقتين اهو ما شاء الله. حاسبه لكم بالدقايق وبالساعه. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ بصوا بقى بتغمق ازاي كل ما بتقعد. طبعا لما تبرد خالص هصفيها واوريها لكم ماشي اهي. اول ما تبرد هصفيها واوريها لكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي واخواتي واصحابي. اللي ما حطش بقى لايك دلوقتي يحط، واللي ما اشتركش يشترك. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي واخواتي واصحابي. ما شاء الله يا جماعه. شفتوا رقدت ازاي خالص في الارضيه. بسم الله ما شاء الله. المرطه بص السمنه ظهرت فوق الوش ازاي. شايفين المرطه ذهبي ازاي. هصفيها بقى، هي كده بردت الحمد لله شويه. اول ما هتبرد خالص اصفيها واوريها لكم. انا خلصتها خالص اهي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين المرطه الابيض ده؟ طبعا دي بقيه الرغاوي بتاعتها. زي ما انتوا عارفين احنا ما بنسيح زبده بنبقى فيه رغاوي كده فوق الوش اهي. ممكن تتشال بالمعلقه عادي، وهي كده كده هتتركن على جنب ما فيهاش اي حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون، بصوا سمنه بلدي خالص. طبعا لان احنا عارفين ان السمنه من اللبن والزبده من اللبن. احنا لما عملنا القشطه دي حولناها لسمنه بلدي زي ما انتوا شايفينها كده. طلعت سمنه بلدي وطلعت مرطه. ادي المرطه كمان اهي. ايه رايكم بقى؟ بس على فكره يا جماعه بحب اقول لكم حاجه. المرطه دي ما بستعملهاش، ما باكلهاش. في ناس بتاكلها، انا لا، انا بحب احطها في المش. لاني برضو المرطه دي بتختلف عن المرطه البلدي بتاعتنا، المرطه بتاعت الزبده اصلا.
دي حاجة ودي حاجة، ودي طعم ودي طعم. اللي بيحب طبعا ياكلها بعد ما بيسيح القشطة ياكلها عادي براحتكم. في ناس بقى بتحطها في المش، في ناس بترميها، في ناس بتاكلها، حسب كل واحد ومزاجه، وحسب كل واحد وهو متعود. يا رب الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احلى سمنة بلدي عملناها من القشطة في الميكرويف، تحفة بجد. ما خدتش معانا اكتر من 17 دقيقة. ما شاء الله تحفة يا جماعة والله، بجد بأمانة تحفة. ما خدتش معانا وقت اكتر من على البوتاجاز ساعتين، لا انت عملتيها هنا في 17 دقيقة. وما شاء الله سمنة بلدي خالص، ريحة البيت كله سمنة بلدي، الريحة جايبة من آخر الشارع. ما شاء الله العمارة كلها ريحتها سمنة، تحفة تحفة تحفة. يعني بصراحة والله يا جماعة ريحة جميلة جدا. إن شاء الله تعجبكم، يا رب يعجبكم الفيديو. إن عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.